هاتف الاستاذ منصور البلوي عضو شرف نادي الاتحاد. واول شيء نقول لك ابو ثامر الف مبروك. النمور طلعوا مخالب اليوم امام فريق بيروز الايراني. الحمد لله. اول شيء هذا الاتحاد اللي عرفناه يعني، والحمد لله دائما الاتحاد في المناسبات الكبيره يظهر، والفريق الحمد لله انه اليوم ظهر، وان شاء الله باذن الله ان القادم يكون احلى باذن الله. ابو ثامر انا بحول لك السؤال اللي قاله عادل التويجري، انه اليوم اللاعبين الاجانب كان ردهم في ارض الملعب هو كانه يرمي الى انتقادك البارح للاعبين الاجانب، تعليقك؟ لا انا زلت يعني مو مباراه، اذا كان الاخ عادل التويجري يحكم على الفريق بالمباراه واحده يبقى هذا رايه الشخصي يعني. لكن انا لا زلت اني انا اقول ان لعيبه مو انه بذاك الفوز مو من اللعيبه اللي ممكن انه وذلك الموجود يعني من هذا، لكنه اساس اليوم انت لاحظت يعني اعتقد انه ما كان في المستوى اللي يعني نعمله او تعمله جماهير الاتحاد. احنا دائما في نادي الاتحاد نبحث عن الافضل. يمكن الاخ عادل التويجري متعود على بعض اللاعبين اللي يعتقد انهم يفيدوا الفريق، لكن بالنسبه لنا في نادي الاتحاد هذا على الافضل. واذا كنت تبغى تجيب بطوله اسيا انا اقول لك في ظل اللعيبه اذا لم يتعدل الفريق في المرحله القادمه ان شاء الله باذن الله ندعي ان الفريق باذن الله وصل الى المطلوب في هذه المباراه، وان شاء الله انه يتاهل. وانا قلت لك البارح انه المفروض ان الاتحاد ان شاء الله ينظر انه يتاهل في المرحله الاولى. اذا تاهلنا احنا في المرحله الاولى باذن الله لابد انك تبغى تجيب كاس اسيا، يعني انت ما تنظر للان، انظر الى المستقبل. نعم. لما تقابل الفرق اليابانيه، الفرق الكوريه، الفرق اعتقد مستواها عالي جدا يعني. اذا ما كان عندك لعيبه يقدروا يشيلوا الفريق ما حتحققها. مش الطموح انك تتاهل لمرحله، او طموحنا انه مباراه. اذا جيت تبغى تخطط الى بطوله فطموحك يكون على البطوله نفسها. صحيح. ودوري ابطال اسيا المراحل المتقدمه فيها بتكون قاسيه وقويه جدا، يعني تحتاج نوعيه. طبعا يعني، خصوصا في مباريات خروج المغلوب. لما تجيك في خروج المغلوب يعني لازم لها سيستم معين تلعب فيه، انه ما يجي فيك هدف في ارضك. لابد انك تحقق نتيجه ايجابيه في ارض الفريق الخصم يعني، فبالتالي لها حسبه ثانيه. ابو ثامر ايش اللي يعجبك في الاتحاد اليوم؟ يعني من خلال متابعه الروح. انا اللي عجبني في الاتحاد اليوم روح لعيبه الاتحاد. فعلا عادت روح لعيبه الاتحاد لهذا، وهذا اللي نطلبه منهم. احنا قلنا الاتحاد اذا جات روح الحمد لله. واكثر شيء الان كل الناس اللي كانوا يقولوا لعيبه الاتحاد السعوديين بالاخص كبار في السن وكبار، هذا الحمد لله اليوم اثبتوا لعيبه الاتحاد انهم ان شاء الله باذن الله نجوم يقدروا يؤدوا اللي عليهم. ايش اللي رجع الروح في رايك ابو ثامر؟ ايش اللي رجع والله اللي رجع الروح التغييرات الاخيره اللي حصلت طبعا. التغييرات الاخيره اللي حصلت طبعا بالنسبه للجهاز الاداري، انا قلت لك انه وانا اقولها لكم من المام كامل يعني، اللعيبه ما كانوا مرتاحين للجهاز الاداري، خصوصا مدير الكره حمد الصنيعي ما كانوا مرتاحين للعيبه. فبالتالي يعني ان شاء الله احنا كلنا نحن لابد حمد رضا غير، بس احنا كلنا نبحث لمصلحه الاتحاد. اليوم الاتحاد كل الاتحاديين داخل انفسهم راضيين عن مستوى الاتحاد. ابو ثامر يعني نقدر نقول الاتحاد اللي نخبره، الاتحاد اللي نزل الملعب تحس ارضيه الملعب تهتز بعض الشيء، كم بالمية اليوم من الاتحاد اللي انت تتخيله؟ والله اللي انا اتخيله انا بالنسبه لي اليوم الاتحاد اعتقد انه يمثل بحدود 30% من الشيء اللي انه ان شاء الله باذن الله ان الاتحاد اللي حيكون عليه ان شاء الله باذن الله في يعني انتهاء المرحله هذه وبدء الموسم القادم باذن الله. ابو ثامر الزميل عادل الملحم عنده مداخله معك يبغى يتداخل معك، تفضل عادل. تفضل. مساء الخير ابو ثامر. هلا استاذ عادل. كيف حالك؟ طال عمرك. الله يسلمك. ذكرت انت قضيه الروح الاتحاديه حاضره هذا المساء. انا وجهه نظري يعني ما زلت يعني ارى انه الروح الاتحاديه تحضر اذا حضر نور. انا يمكن اختلف مع اخوي عادل في قضيه الاجانب. انا وجهه نظري وهذا ذكرته وكتبته في اكثر من مناسبه، اجانب الاتحاد بصراحه ليسوا طموح الاتحاديين. صحيح. وحتى يعني لو برز اليوم مثلا راس حربه مثل CIA مثلا نفترض، انا يعني ارى يا ابو ثامر انه محمد نور هو الترمومتر الحقيقي للاتحاد. الان انت قلت قبل قليل في حاله تاهل الاتحاد طبعا لدور الثمانيه لابد من يعني تغيير اجانب الفريق او يعني بعض اجانب الفريق. بكل صراحه يا لو الامر يعني يؤول الى منصور بلوي، كم لاعب من الاجانب سيغير في الفريق؟ يعني انا بقول لك للامانه اللي اذا المرحله القادمه وننظر الاتحاد يحقق بطوله اسيا لابد من تغيير الاربع لعيبه اجانب. مو شيء زي على فكره مو لاعب شيء زي لاعب ممتاز وراس حربه ممتاز، لكن طريقه لعب زي تشابه الى حد كبير طريقه لعب حزازي.
والهزازي كلاعب للمنتخب السعودي وكلاعب وطني ممكن انك لابد انك يلعب مباريات عشان انك تستفيد منه للامانه. نعم، شكرا لك ابو ثامر، والف مبروك فوز الاتحاد، وان شاء الله فالكم مباريات جدا متميزه. شكرا لك. كان معنا الاستاذ منصور بلوي عضو شرف نادي الاتحاد. نطلع فاصل سريع.